رمضان تجلى وابتسم طوبى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الصائم، احذر من لصوص رمضان، فهم سبب لحرمانك من الأجر والثواب ومن الفضل العظيم الذي يمن الله تعالى به على العباد في شهر رمضان. ومن هؤلاء اللصوص التلفاز، فإن بعض الناس ينشغل به في شهر رمضان عن عبادته وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فيضيع وقته في مشاهدة الأفلام والمسلسلات السيئة، أو في متابعة البرامج التافهة، أو الفزورات المشوهة، وهذا خطأ كبير لا ينبغي أن يقع فيه المسلم. ومن لصوص رمضان شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي التي أدمن عليها كثير من الناس، فضيعوا أوقاتهم فيها بما لا يعود عليهم بنفع ولا فائدة، بل لربما جرتهم إلى معصية الله سبحانه وتعالى، وذلك في شهر رمضان، والله المستعان. فحرموا من الأجر والثواب، وحرموا من القرب من الله سبحانه وتعالى بسبب هذه البرامج، والله المستعان. ومن لصوص رمضان كثرة النوم، حيث أن بعض الناس يقضي سحاب نهاره في النوم والكسل، فيترك الأعمال والأشغال ويترك خدمة الأهل ويترك العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان، ظنا منه أنه بذلك يتقوى على صيامه، ولكنه خسر بذلك خسرانا مبينا، والله المستعان. ومن لصوص رمضان السهر في الليل إلى الفجر، حيث يعمل بعض الشباب إلى السهر على الأفلام والمسلسلات وعلى ما لا يعود بنفع ولا فائدة، بل ربما كان ذلك في معصية الله سبحانه وتعالى. فبدلا من أن يقضي ليلة في التهجد والقيام والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القربات لينال الفضل والأجر العظيم، تجده يضيع وقته في هذه الأمور التافهة السيئة أو في معصية الله سبحانه وتعالى. ومن لصوص رمضان الملاعب، حيث ظن بعض الشباب أن شهر رمضان شهر اللعب واللهو، فيستعد لرمضان بتجهيز الملاعب وإنارتها والتخطيط للمباريات ووضع الخطط لأجل ذلك، فضاع شهر رمضان في اللعب واللهو، والله المستعان. ومن لصوص رمضان الأسواق، حيث ينشغل بها كثير من الصائمين بسبب الترويج الذي تقوم به هذه الأسواق والمراكز التجارية، وبسبب الإعلانات، وبسبب العروض التي تقدمها، فيقضي سحابة نهاره متنقلا بين المراكز التجارية ومختلف الأسواق، فيضيع الوقت ويضيع المال، والله المستعان. ومن لصوص رمضان المطبخ، حيث أن بعض المسلمات الصائمات تدخل إلى المطبخ من بعد صلاة الظهر ولا تخرج إلا مع أذان المغرب، فيضيع وقتها في المطبخ في إعداد الطعام والإفطار، فضياع للوقت والجهد، وتبذير وإسراف، وضياع للأجر والثواب، والله المستعان. فعلينا أن نتنبه لذلك، وعلينا أن نحذر من لصوص رمضان، وأن نحفظ أوقاتنا وأموالنا وعباداتنا، وأن نحرص على أن ننال الأجر والثواب في هذا الشهر المبارك الذي من الله تعالى به علينا، وبما أودعه فيه من فضائل وخيرات وبركات ونفحات. تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالحات أعمالكم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.